تيجي يا اخويا تتفرج على العربيه من دول، تسال صاحبها العربيه حالتها ايه او رشه ايه او عملت حادثه قبل كده ولا، يقول لك لا 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 خالص، العربيه معايا من الزيرو وما اتلمستش. طب هي رشه بره ليه؟ نظافه نظافه، لقيت اللون مجرب كده فرشتها نظافه. اتفضلوا. يعني دي كده صاحبها يعني اسبوعين بالظبط هتتعمل، ترجع احسن من الاول، وصاحبها يعرضها للبيع ويقول لك انا رششها نظافه، او رشه اكسدامين وشنطه نظافه، او رشه بره ازاي؟ ما هو مفيش حد، لما كل الناس رشه نظافه، كميه العربيات اللي عامله حوادث اللي بشوفها على الطريق دي بتروح فين؟ يعني مستحيل تكون العربيات دي لما بتعمل حادثه صاحبها بيروح واخدها ودافنها في التراب وبيقول لها سلام ويرجع، يعني بيستحرم ان هو يبيعها لحد يعني فبيرميها. مفيش حد بيعمل كده. طرق كلها يوميا حوادث حوادث حوادث، وعربيات كلها بتخبط في بعض، وناس بتعرف تسوق على ناس مش بتعرف تسوق، على تريلات بتخبط في عربيات. اعملوا العربيه وقولوا ان اللي فيها. انت بينك وبين ربنا غير لما انت تضحك على غيرك. ما انت لما تضحك على غيرك تلبسه عربيه كانت عامله حادثه، غيرك هيجي يضحك عليك. طب على ايه؟ على ايه تعمل كده؟ قول اللي في العربيه وخلاص. لكن تنزل العربيه وتقول العربيه رشه بره نظافه، واصل البوهياجي طلع ما بيفهمش قلت له رش لي اكسدامين قام رش العربيه كلها من بره. يا سلام! يعني هو هيتصرف من دماغه في حاجه مش بتاعته. طبعا ده كلام بيقولوا البياعين او التجار عشان يقدروا يلبسوا الناس الغلابه اللي يعني ما عندهمش خبره في الشراء، وهم بيشتروا عربيه اللي هي اصلا ما يعني حاطين فيها كل فلوسهم او كل تحويشه عمرهم عشان يجيبوا عربيه عدله، وفي الاخر يجي يروح المرور بعد ما يشتري منك العربيه ويستأمنك يلاقي العربيه مغيره نص ورا نص قدام، مغيره سقف، مغيره نيله، ويخش في حوارات ملهاش اخر، وممكن العربيه تاخد رفض مرور وتروح فلوسك على الارض. فالناس تتقي الله وهي بتبيع عربياتها وتقول اللي فيها، حتى لو هتخسر 20 ولا 30 ولا 40 ألف من تمن العربية، بس انت تبقى خلصت ضميرك قدام ربنا. وانت كشاري اكشف مرة واثنين وثلاثة وما تأمنش لحد، ما تقولش لا اصل المعرض ده بتاع صاحبي. لا، صاحبك مين؟ صاحبك مين ده هيبيعك ويبيع اللي يبيعك؟ لا اصل العربيه دي بتاعت قريب، مالكش دعوه. انت ما تعرفش قريبك ده ممكن يكون عامل بيها حادثه وانت ما كنتش تعرف، ولا انت كنت مسافر وبتاع واتعملت وهو لبسها لك وهو مش عارف يبيعها. لو بتاعت اخوك اكشف عليها، واكشف عليها في مكان يعني يكون بيفهم، لان في اماكن كتير واخده صيت ومراكز صيانه وبنزينات كتير بتكشف بمبلغ عالي جدا وما بيكونوش بيفهموا. يعني عندهم اجهزه عاليه وبتاع، وفي حاجات كتير قوي برضه بتعدي عليهم. ما يغركش المنظر، يعني لازم يكون واحد حريف قوي في مركز صيانه معروف، او يكون حد شاطر قوي انت واثق فيه، او يكون حد يعني لعبته العربيات تاخده معاك وبعد كده ترفعوه في مكان تبص عليها من تحت عشان تحويشه عمرك ما تروحش. اقل عربيه مستعمله دلوقتي لو انت بتشتري عربيه موديل 2011 2012 كيا، هونداي، لانسر، نيسان، بتعدي ال 550 ألف جنيه 600 ألف جنيه مستعملة.